صباحكم فل. برنامجنا او الشورتس بتاعت صباحكم فل هي مش مرتبطة بالصباح. الصباح الفل معناه تحية بقدمها لكم في بداية كل موضوع انا بتكلم فيه. عشان كده لو انا بقدمها بالليل فهي برضو صباحكم فل، لاني بصبح عليكم في حلقتي. النهارده عايزه اتكلم على موضوع، واتكلمت في المره اللي فاتت على الناس اللي تيجي اوروبا وبتزهق وبتتضايق وبتقول دي مش حياتنا ودي مش الحاجه اللي احنا حبيناها ولا اللي عايزين نعيش فيها. انا عايزه اقول لكم بعض من خبرتي في الغربه، بقالي 25 سنه تقريبا. لو انت جيت في مكان والمكان ده انت اخترته بارادتك انك تروحه وتقعد فيه بارادتك الحرة، فاذا معنى كانك لازم تتحمل كل التبعات او المشكلات اللي هتلاقيها في المكان ده، لان احنا ما بنختارش نروح مكان في الجنة، لان ما فيش على الارض جنة. فانت اخترت تسيب بلدك او المكان اللي بتشتغل فيه او اللي عايش فيه وتروح في مكان تاني عشان تشتغل وتعيش فيه وولادك يكبروا ويتعلموا. اذا انت فكرت الاول وفكرت ودرست الامر وقعدت تفكر وتحسبها وتحلل وتشوف ايه المزايا والعيوب والسلبيات والايجابيات، واخترت انك تجازف وتاخد بعضك وتسافر وتروح المكان ده. قعدت سنة 2 3 ما عجبكش، خد بعضك وامشي، ما فيش مشكلة. اللي مش عاجبه حاجة يغيرها بإيده. إنما كونك تقعد في مكان وتنك قاعد فيه عشان تشتكي وعشان تسب وتلعن في المكان اللي انت اتنقلت فيه. يعني انت كنت في مكان وسبيت ولعنت وسبته ومشيت، وبعدين رحت في مكان احسن او جديد وبرضه ما عجبكش فقعدت تسب وتلعن. طب سيبه وامشي. طالما قررت تعيش في مكان تحمل كل شيء في المكان، حلو او وحش. تقدر. اللي انا بشوف ان السب واللعن والشتيمة وان احنا نطلع السلبيات بس ده مش حل. الحلول بتيجي من ان احنا نحط ايدنا على المشكلة ونحط ايدنا على النقط، وبعدين نبتدي نلاقي لها حلول اخرى غير اللي موجودة. فلو انا هقعد اسب انا ما بلاقيش حل. الحل ان انا اوجد طريقة لتكيفي انا مع الحاجة دي، وده نوع من الحلول. ان انا اتكيف، مش قادر اتكيف اغير الحاجة. ازاي؟ هل في ايدك تغيرها؟ عندك سلطة تغيرها؟ لا، ما عندكش سلطة. خلاص، يا اما ترتضيها زي ما هي وتقول الحمد لله وتحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر وتقول في بلاد تانية حصل فيها حروب، يا اما بكل بساطة خد بعضك وارجع. صباحكم فل. رشا امين.